أعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث بناء على توفر معلومات جديدة وجدية في خصوص قضية الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك بشأن انخراط كل منهما خلال مباشرتهما للعمل في إذاعات وقنوات تلفزية في ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة ومقتضيات قانون غسيل الأموال. وأوضح ذات المصدر أن هذه الشبهات مرتبطة بمصادر تمويل الزغيدي وبسيس وتوظيف وإدارة ومآلات تلك الأموال، مع وجود شبهات جدية بخصوص الإثراء غير المشروع وشبهات امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطريقة غير قانونية. وعلى ضوء كل هذه المعلومات تم تكليف الوحدة الوطنية بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة المالية بالبحث في الموضوع وإجراء التساخير الفنية المالية والجبائية اللازمة ذات العلاقة بالموضوع في انتظار ما ستقرره العدالة في شأنهما.